السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا جات الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. خدي يا حزينه اسمعي اما اقولك. كان في زمان يا ستي عيله كريمه قوي اسمها تفرح، وعندهم بنت زي القمر اسمها حزينه. طب ده اسم والنبي. المهم شيخ بندر التجار الحاج مطرح كان نازل البلد، فالناس قالوا له عليك وعلى بيت عيله تفرح، ناس كرمة قوي ومضيافيين جدا، وبيتهم يساع من الحبايب ألف. فالراجل لما شاف بنتهم حزينة، مش هي حزينة لأ، ده اسمها زي ما احنا اتفقنا. قال ايه؟ قال لأ، ده انا لازم اخد بنتهم اللي هي حزينة دي لابني إلها. كان ابنه اسمه إلها. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هي دي اسماء، والله اسماء ليها العجب. المهم البنت حزينة كانت عصبية قوي، واتخانقت مع الواد إلها قبل الفرح بيومين. طب ده اسمه كلام يا حزينة؟ المهم الواد قرر ينتقم من حزينة اللي هو إلها، ويوم الفرح حزينة لبست الفستان وحضر كل المعازيم، وقعدوا يستنوا إلها ابن الحاج مطرح انه يجي ويحضر الفرح. وابن اللذينة عمل فيها حركة محترمة انه مجاش الفرح. طبعا دي حركة وحشة منك قوي يا إلها. فالناس قالت ايه بقى؟ ركزوا معايا في اللي هقوله. قالوا جات حزينة تفرح ملقتش إلها مطرح. إلها ده اللي هو جوزها، ومطرح ده اللي هو حماها أبو جوزها. فمن هنا بدأ يتقال المثل جات الحزينة تفرح ملقت لهاش مطرح. هو ده يا جماعة تفسير المثل الشعبي اللي طول عمرنا بنسمعه وما احناش عارفين معناه. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا.